يقول أبو المثل: بيهن من تشد شد له طار، وبيهن من تجيب الفقر لو طار. سالوفتي عن صوغة ولوغة، صوغة معدلة ونادرة، أم لسان الحلو الكل يحبها، وتشتغل بالحياكة والتطريز والخياط، تاخذ مجهودها وتبيعها بالسوق. ولوغة مثل ما يقولون إلك حصة من اسمك، بس تلغي وتدردن وما عاجبها العجب، وحتى حالها ما عاجبها. لا والمصيبة لا شغلة ولا مشغلة، هن كبار وعلى وشك زواج. اجت لهن الخطابة أم غايب الموجودة بالمحلة، قالت لهن اكو 2 اخوان وهم يردون خيات ويتزوجون. قالت لها صوغة: خالة مشكورة ويعطيك العافية، بس ايش عندهم ذولا؟ شنو حياتهم وشنو شغلهم؟ قالت لها: هم عايشين لوحدهم، هم أهلها وما أهلهم ماتوا وظلوا لوحدهم، وواحد بيهم تاجر وعنده محلات، وأخوه يشتغل عنده. قالت لها: بعد يومين وارجع لك الخبر. راحت أم غايب وظلت صوغة تقنع بأم لسانيا. قالت لها: ولك مجموعة، احنا كبرنا ولازم نتزوج. قالت لها: لا، أنا ما أريد أتزوج، أنا ما أتحمل واحد. قالت لها: عاجبك حالي، بس أنا اللي أشتغل وأكد وانتي قاعدة. قالت لها: لا، ما أريد أتزوج. قالت لها: زين، اشتغلي وياي ونترك الزواج. قالت لها: لا، صار بيها شغل، خلاص خلي أتزوج، بس بشرط أنا أخذ التاجر. قالت لها: زين، ما يخالف، بس خلصيني. اجت لهن أم غايب ووافقن على الزواج، وصارت القسمة: صوغة خذت العامل ولوغة خذت التاجر. وبدت حياتهن. صوغة تشوف رجلها قاعد عنده محل وبسيط، وهذا المحل تابع الأخو. قالت له: أنت ما تتمنى يتطور حالك وتصير مثل أخوك؟ قال لها: إي أتمنى. قالت له: خلاص، خليني أجيب بضاعتي وأقعد عندك بالمحل ونبيع، حتى يصير لك معاميل أكثر والناس تعرفك، وهم انت سولف عن الناس واضحك وياهم حتى الناس تحبك وتجيك دوم. لوغة شالتها الغيرة من عرفت اختها تروح ويزوجها، اجت نقنقت على الرجال، قالت: ليش معنى انا هم اريد اجي وياك للمحل؟ قالها: انتي شو تعرفين؟ انتي كل شي ماكو شي ثاني، ما حد يتحملك، انا قوة متحملك. قالت: لا، ما علي، يلا اجي وياك. عاندت وراحت وياه للمحل، لكن للأسف إذا صاغة تغير حالها للأحسن، لوغة تغير حالهم للأسوأ. ياهل يجي مكدرة بوجهه ومغضبة وما عاجبها أحد، ولا وتتعارك ويا العالم ولسانها مو حلو. دارت الأيام، صار عليهم ديون لأن البضاعة ظلت بالمحل، وإجت العالم تشتكي من لوغة. اجت عارك وياها رجلها، قالها: انا صار لي سنين معروف وانتي جايه هسه تخربين حياتي ومحلاتي، قعدي بالبيت وبعد ما اريدش تجين وياي. خطي الرجال من زعلته كان يطيح ويتمرض. جابوا له الدكتور، قالهم الدكتور هذا مريض المسكين واكو زعل صاير. قالوا له: لا، ماكو شي. قال لهم: زين، لازم ينام ويرتاح لأن أعصابه تعبانة ومبين زعلان من شي، خلوه ينام فترة وبعدين يرجع لحياته، بس هسه ما يصير لا يطلع ولا يشتغل. لوغة من غير كدر، هي مكدرة، ظلت تندب حظها وهذا حظي وما أدري شنو وما تحكي، بس الحكي المو زين. جت لها صاغة قالت لها: ذكري الله، داري رجلك، دير بالك على حياتك، سامعين حكاية طيبة، انتي لحد وين تبقين بهالاسلوب؟ قالت لها: اي، انتي شعليك، انتي مسعدة وحياتك الملعونة، حتى اختها ما سلمت من لسانها. اجت لهن أم غايب الخطبة، قالت لهن: خالة انت مثل بناتي ويصعب علي اشوف الخبر طاش بالمحل، رجل لوغة التاجر المعروف انكسر حاله وهسه مريض، ايش رايك ان تروحن الدنقة دنقو؟
قالت لها صاغة شنو هذا خالة دنقة دنقة؟ قالت لها والله ما أدري، أهلي يسولفون والناس تسولف رجال جا من الهند مدري منين وقاعد ببيته منعزل، هذا حتى شكله مو طبيعي، لأن يعني لا يطلع لا يمشي لا الشمس تشوفه، بس هذا يحب الناس تمدحه وتحكي وياه حكي معدل وينطيهم ذهب وفلوس. اخذي خيتك وروحي. خذت أم لسانيان وراحت، وأم لسانيان تدردم طول الطريق، قالت لها انت ابقي برا وانا ادخل عليه. دخلت صاغة تريد تتذكر الاسم، يا رب شو اسمه، كان قالت خلها ادفع الباب وادخل. دفعت الباب ودخلت، كان تسمع صوت، قالها منو انتي؟ قالت لا انا صاغة، الناس قالوا لي عنك تساعد بس سامحني نسيت اسمك. قالها اسمي دنقة دنقو. طلع لها طوله مو طبيعي، شكله مترب شعره كثيف، كلش يعني شكله مو طبيعي. كان هي خافت بس ما بينت له. قالها قولي ايش تردين؟ قالت له احنا بضيق واريدك تساعدنا. قالها زين انتي شلون شايفتني وصفيني؟ قالت له ها انت بين رجال حباب وطيب وتساعد. قالها زين شلون شايفة شعري؟ قالت له شعرك حرير وناعم. قالها وعيوني؟ قالت له عيونك شذر. وقالها زين ووجهي؟ قالت له وجهك بدر منور، وفوق هذا كله الناس كلها تمدح بيك. كان يساعدها على طيب لسانها وكلامها الحلو. قالها ومن الطلعين لا تسولفين ويا اختك خليها تدخلي. دخلت على أم لسانيان وبس شافته كانت تقول له يمه جبح شنو هذا شكلك انت ما تسبح ما تغسل؟ قالها ها تحجين علي وجاية تطلبين مني؟ قالت له ايه يلا ساعدني يقولون عنك تساعد يلا انطيني. قالها زين انت شلون شايفتني؟ قالت له شلون شايفتك؟ شعرك كله تراب وحال الضيم حالك وجهك اسود وعيونك زروف شفشي، رش حالك انت شنو ما تغسل شلون عايش؟ قالها شوفي انتي حالك ما يتغير وكل شي ما راح انطيك. قالت له ليش انت ما انطيت اختي؟ قالها انطيتها لان حبابه بس انتي كل شي ما راح انطيك، انتي ام لسانيان واذا بقيتي هسه يمي راح اخليك تعيشين وياي وتصيرين مثلي، طلعي برا ما اريد اشوفك بعد. غضب عليها وطلعت. كان قالت لها اختها قالت لها ها ايش سويت؟ قالت ايش سويت؟ انا مثل حظك انطاك وهسه انتي تنعمين بالذهب والفلوس وانا حال الضيم حالي. قالت لها ولج انا اخذتهن الك حتى ساعدك. كان تبكي لوغة. قالت لها انت تساعديني وانا احكي عليك قدام الرجال ودوم اقول حظك احسن من حظي، نعم الله عليك وما قصرتي. كان تاخذ الذهب والفلوس. وصتها صاغة قالت لها غيري حالك احكي حجاية طيبة، على الأقل حبينا احنا اللي نحبك، زوجك يحبك وانا احبك، ليش خليت الرجال يطيح من المرض ويتغير من تاجر الى انسان مفلس؟ ديري بالك على حياتك وتغيري. بدت تتغير لوغة واختها وياها تساعدها وبدل الحجاية المو حلوة تحكي حجاية طيبة، وخذت الفلوس والذهب وتغير حالهم وسووا حفلة على سلامة رجلها، وعزموني على هاي الحفلة وانطوني صاغة أوصلها إلكم. هاي الصاغة حجاية لا تصير قوي حتى لا تنكسر، ولا تصير مرن حتى لا تنعصر. خليك مثل ما أنت بس حب الناس لأن أنت هم محتاج حبهم. شكرا.